الزول مرحبا يسوان، مرحبا بكم، نتمنى راكم كامل بخير ان شاء الله. نقول لكم شرفتونا كامل في هذه القناه ومرحبا بالجدد. ان شاء الله تكبر العائله الصغيره تاعنا، وشكرا على تعليقاتكم المشجعه. نروح للمهم. اليوم جبت لكم لاغوسيت تاع المحاجب بالميكسور بدون دلك. صدقوني راح تتحصلوا على نتيجه رائعه. شفتها في اليوتيوب وقلت والله راح نبارطاجيها معاكم. صدقوني راح تخرج لكم خير من تعجنوها باليدين. ما تتقطع ما والو. العجينه تجي الاستيك، درتها محاجب ودرتها مسمن، يجي رائع كما راكم تشوفوا في الصوره راح توضح كلش. شوفوا المسمن هنا، الله الله يجي طالع ويجي خفيف، والله العظيم نتيجه تكون رائعه. وبيان سور كيما نقول لكم، اللي حاب لا غوسيت كمل لا فيديو حتى للاخير. راح نبداو بطريقه التحضير. بسم الله. عندنا هنا كيلو تاع السميد، لازم يكون رقيق، راني وزنته خذاليا 515 غرام. ونفس الكيلو راح نعمرو ماء، يكون ماء عادي. ومن بعد راح نخلط كلش هنا. واذا شفتوا السميد تاعكم يشرب، زيدوا له الماء عادي. المهم كي تجو تميكسيوه ما راحش يتعبكم، تقدروا تميكسيوه عادي بسهوله. راكم شفتوا ابيبخي كيفاه راه يجي هذا الخليط. دوكا راح نحكم بغا ميكسور ونبدا نميكسيوه مليح مليح. انا خذاليا حوالي 10 دقائق وانا نميكسي بهذا الميكسور. هنا الميكسور يلعب الدور تاع العجن، راح يعجن السميد وراح يخرج لكم العجينه مطاطيه كيما نقولوا بالقبايليه الغري. راح نميكسيوه مليح مليح. اذا شفتوا بلي عييتوا من هذاك الميكسور فشل يديكم، ريحوا شويه من بعد عاودوا ميكسيوه حتى نتحصلوا على هذاك العجينه تكون مطاطيه. راح تشوفوها على واش راني نهضر. حاولي راني نهضر على هذوك الخيوط المطاطيه اللي تجي في العجينه. هنا راح نحبسه وراح نزيد الملح. ندير ملعقه صغيره تاع معمره تاع ملح. من بعد راح نزيد في الفرينه. هنا كيلت هذاك القيس اللي درناه في الاول، كيلته كامل شغل معمر كامل. راح ندخلها كامل في العجينه. كل واحد هنا الفرينه كل واحد على حساب الفرينه تاعو، يمكن تزيدوا ويمكن تنقصوا. ودوكا راح نحطها فوق البلون دو طرافاي باش نعجنها شويه شويه برك. من بعد راح نحطها في اناء يكون مدهون بزيت ونغلقوا عليها ونخلوها ترتاح على اقل 2 سوايع. كل ما خليتوها ترتاح كل ما تجي العجينه سهله للخدمه. دوك راح نوليو للحشوه اللي نحشي بيهم المحاجب تاعنا. انا المحاجب نحبهم غير بالشكشوكه، اي بالبصل والطماطم. وانتم ديروها كيما حبيتو، زيدوا الفيونداش اذا حبيتو، ولا زيدوا الفرماج تانيك. هنا حكمت 3 حبات بصل كبيره قطعتها صغار، ونزيد هنا حبات تاع طماطم راني شويتها شويه باش نحيها هذيك القشره تاعها. من بعد نميكسيوها ونحطها فوق البصل. من بعد نضيف ملعقه صغيره تاع طماطم مصبره وملح، ونضيف الزيت بيان سور ونحطها فوق الفرن. راح نخلي الكل يطيب حتى يتجمر كلش. هاد لافاص ما لازمش يكون عندها الماء، خلوها حتى تتجمر مليح باش نحطوها داخل المحاجب، ونخلوها حتى تبرد باش نستعملها في الحشوه. شوفوا هنا القوام تاعها كيفاه يجي، ما عندهاش كاع الماء. هنا بعد ما ارتاحت العجينه راني خليتها حوالي 3 سوايع. راح نبدا نقرصوها. ندهن قبل هاد البلا فين راح نقرصوها، ندهنوه كامل بالزيت. ومن بعد راح نشكلو قريصات. راح نرفد شويه من العجينه ونقطعها باليد الاخرى. كي نشكلوها راح نحطوها في السنيوه.
وهنا راني نوري لكم اذا شفتوا بلي هذيك القريصه اللي درتوها كبيره، ديروا كيما درت انا، قطعوها شويه من التحت عادي. هاوليك هنا بعد ما قرصتهم كامل راح ندهنوهم كامل بالزيت من الفوق، ونزيد نخلوهم يرتاحوا لمدة حوالي ساعة إلى ساعة أو أكثر، ونغطيو عليها باش ما تيبش من الفوق. وهنا بعد ما خليتها ارتاحت لمدة ساعة راح نحكم هاد القطعة تاع البابي اللي شكلتها ندهنوها بالزيت، وندهنو كامل السيرفاس بالزيت مليح. راح نحطو هاد القريصة من الفوق تاع القطعة، ونرشوها بالزيت ونبدا نحلها شوية بالزيت ونقلبها من التحت، ونزيد نرشها بالزيت. من بعد نحلها مليح بالاصابع كما راكم تشوفوا، راهي تجبد لوحديها. كي نلحقوا الى هذه المرحله فين يبدا السيرفاس يبان مليح، نبدا نجبدها نرفعها قبل، من بعد نجبد ما تجبدوش كي شغل بسرعه، غير بشويه باش ما تتقطعش. دوكا راح نبدا نشكل في المحاجب، نحكم نطوي جهه ونزيد الجهه المقابله، من بعد راح نحط الحشو من الفوق، راح نوزعها كامل من الفوق هذاك الحشوه، ما توصلوش برك للاطراف باش ما يطيحش في المقله كي نجيو نطيبوه. من بعد راح نغطوه من الاطراف كيما راكم تشوفوا في لا فيديو، وسي يجبدوا كامل الاطراف باش ما يجيوش خشان. راح نطوي الجهه الاخرى كما قلت لكم، جبدوا مليح للاطراف هذوك باش ما يجيوش خشان. دوكا راح نرفدها ديراكتومون فوق المقله او الطاجين، ونحطوها من الفوق. بيان سور المقله تكون سخونه من قبل، ونخلوها تطيب. بالنسبه للطياب ما تخلوهاش حتى تطيب كامل من التحت باش تقلبوها. شوفوا هنا راني قلبتها ونسيا شكفو نقلبها، ما تخلوهاش تطيب غير من جهه واحده باش تقلبوها. نتمنى فهمتوني باش ما تجيكمش يابسه. هاوليك هنا بعد ما طابت راح نحطوها على جهة، وما تحطوش كل وحدة فوق الأخرى هكاك سخونين، وزعوها باش ما يجيكمش مبلين. وبالنسبة للقطعة الأخرى راح نطيبوهم بنفس الطريقة. هاوليك هنا راني قطعت لكم وحدة باش تشوفوها، تجي رائعة وبنينة. بالنسبة اللي يحب الحار يقدر يزيد الحار. وصلنا لافان لا فيديو، نتمنى عجبتكم الوصفه، سيوها ما راحش تندموا، راح تتهنوا من العجن. بالنسبه للمسلمن راح ندير لكم فيديو واحد اخر كيفاه نديرو، وريت لكم غير مقتطف باش تشوفوا بلي هاد العجينه ناجحه. ودوك راح نخليكم هنا، تهلاو في رواحكم، كثروا لي لي جيم وبارطاجيو، بقاو على خير. شوفوا هنا المسمن راني نوري لكم كيفاه طالع. هذا المسمن درتو دوبل يجي رائع. راح ندير لكم كما قلت لكم، راح ندير لكم فيديو واحد اخر باش تشوفوه، وبقاو على خير. نشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.